البراند أو العلامة التجارية هو اللي بيخلي العميل يجيلك من نفسه. البراند القوي بيخلي اسمك محفور في دماغ الناس، أول ما بيحتاجوا حاجة في مجالك أنت أول واحد بتخطر على بالهم. زي نايكي مثلا، هما مش بيكلموك شخصيا يقولوا لك اشتري مننا، احنا مش عاملين عرض خد واحدة عليها واحدة هدية، انت اللي بتروح تدور على منتجاتهم. وده ليه؟ لأن في دماغك صورة ذهنية قوية عنهم، قيمة وموضة وجودة. طب أعرف منين إني بقيت براند وأوصل لده إزاي؟ وهنا تيجي نقطة مهمة. العلامة التجارية ما بتتقاس بأرقام مباشرة، يعني مش هتعرف تقيس الحب ولا الإيمان بتاع العملاء لعلامتك التجارية، بس هي بتخلق ولاء على المدى الطويل، وده بيفرق جدا في استمرارية شركتك. لو انت معتمد بس على جوجل أو الإعلانات الممولة فدي مشكلة. ليه؟ لأن في دلوقتي أدوات ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي بتغير طريقة بحث الناس، وده بيقلل ظهورك قدام العميل. علشان كده لازم تشتغل على السوشيال ميديا، لأنها مجانية لحد كبير وبتوصلك للعملاء المحتملين من غير وسيط، والأهم بتخليك تبني علاقة مباشرة مع جمهورك.